حبايب تيتا ميمي، حكايتنا النهاردة عن ياسمين صبري وحكاية جوازها من رجل الأعمال الخليجي. من فضلكم حبايبي اشتركوا في قناتي وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ياسمين صبري اختيرت من أجمل نساء العالم 3 مرات، وهي سفيرة للمرأة الإفريقية، وهي واجهة إعلانية لشركة مشهورة. ياسمين صبري من اسكندرية، باباها دكتور مشهور، وهي سباحة، وكانت واخدة بطولة الجمهورية في السباحة، وبعدين أخدت بطولة أفريقيا. وهي اتخرجت من كلية الإعلام، قسم صحافة وعلاقات عامة بتفوق، وبعدين تعلمت كذا لغة واشتغلت بالإعلام، وبعدين في الإعلانات، وبعدين في التمثيل. ومن أعمالها مسلسل جبل الحلال مع الفنان محمود عبد العزيز، ومسلسل طريق، وشطرنج، والأسطورة، والحصان الأسود، وفيلم ليلة هنا وسرور، والديزل. وحققت شهرة كبيرة، واتجوزت مرتين، مرة قبل ما تدخل الفن من دكتور مشهور اسمه محمد، وخلفت منه بنت، وكان في خلافات ومشاكل واتطلقت منه. وبعدها بمدة اتعرفت على رجل الأعمال المشهور أحمد أبو هشيمة، وأعلنوا خطوبتهم، وبعدين اتجوزوا، وكانت سعيدة جدا في حياتها معاه، والأسباب مش معروفة. اتطلقوا، وبعدين كل شوية يفضلوا يقارنوها بجورجينا، ويقولوا إنها بتقلدها، وهي بتمارس الرياضة كل يوم، بتشارك برضه جمهورها بالصور وهي بتعمل تمارينها. وظهرت في مدينة الملاهي مرة وهي شايلة دبدوب كبير، وبتقول كسبته، وكان شكلها صغير خالص. المهم إن في صفحة على اليوتيوب متخصصة لأخبار الفن والفنانين، وقالوا إنها اتعرفت على رجل أعمال خليجي من أغنى رجال العالم في الوطن العربي، واداها هدية شنطة كانت غالية خالص تمنها 1,500,000 جنيه مصري. وقالوا في قصة حب بينهم، وإنهم اتجوزوا في السر، وهيعلنوا جوازهم قريب. والخبر اتنشر على مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة عشان هي مشهورة، والناس فضلوا يتواصلوا بيها ويهنوها على جوازها من الرجل الثري، وكانوا عايزين يعرفوا دي حقيقة ولا إشاعات. فردت ياسمين صبري على حسابها عبر إكس ونفت خبر جوازها، وقالت: أنا من المرات القليلة اللي برد فيها، أنا بنت مصرية مسلمة، ولما هتجوز هعلن جوازي لكل العالم. والمتابعين ردوا عليها وقالوا لها هي دي ضريبة الشهرة. ونصيحتي ليكم إن إحنا ما نصدقش كل خبر يتقال على التواصل الاجتماعي، وإن الناس لما بيسمعوا إشاعة بيصدقوها على طول. وأحسن حاجة ياسمين صبري عملتها إنها نشرت وكدبت الخبر. وإن عجبكم الفيديو حبايبي اشتركوا في قناتي وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.